حلقة جديدة وزاوية جديدة، عايز أعرف رأيكم عن الزاوية دي. أنا بالنسبة لي هي أحسن بكتير لأن هي محققة كل الحاجات اللي أنا عايزها. أبين الجزء اللي ورا الشاشة لو هستخدم حاجة وأعرض من عليها حاجة، والإضاءة برضو كويسة أعتقد يعني. فأتمنى إن الزاوية دي تعجبكم، ويا ريت تقولوا لي رأيكم في الكومنتات. وتعالوا نبدأ حلقة النهاردة من دفتر العراف. حلقة النهاردة هنتكلم عن موضوع يبان للناس إن هو موضوع سطحي أو موضوع بسيط، بس الفكرة إن أنت لما تيجي تتعمق فيه هو بيأثر على كل حاجة في حياتك. كل حاجة في حياتك بتتأثر على موضوع حلقة النهاردة. لأن موضوع حلقة النهاردة إن إحنا إزاي بنتعلق بالناس اللي إحنا بنشوفهم وبيأثروا علينا لدرجة إن هم بيغيرونا وممكن ننسى نفسنا. ودي هي حلقة النهاردة من دفتر العراف. احنا كل يوم بنتعرض للسوشيال ميديا وبنشوف فنانين كتير سواء بيعملوا حاجات كويسة او بيعملوا حاجات وحشة، وعلى اساس الحاجات دي كلها احنا بنتابعهم ونقرر ان احنا نشوفهم ونشوفهم بيعملوا الحاجات دي ازاي ونمشي وراهم. يعني مثلا في ناس بتشوف ايلون ماسك وتشوف هو كان عايش ازاي وتعمل زيه. في ناس بتشوف دكتور احمد خالد توفيق كان بيكتب ازاي وتكتب زيه. نجيب محفوظ كان بيكتب ازاي ويكتب زيه. قيس على كده بقى حاجات كتير، ممثلين بقى، ناس مشهورة، ناس معروفة في مجالات معينة بيكتبوا زيهم او يعملوا زيهم او يعيشوا زيهم. ودي اكبر مشكلة، ان انت ليه شايف نفسك زيه؟ يعني انت شايف الشخص ده ايه احسن حاجة هو عملها غير الانجاز اللي هو عمله او الحاجة اللي هو وصل لها؟ هو بني ادم، عارف ان يعني ايه هو بني ادم. هو بيغلط زيه زيك بالظبط، بيعمل حاجات مش مظبوطه او بيعمل حاجات غلط او مش حاجات مش مظبوطه ان يعمل حاجات وحشه، لا يعني ان هو حياته مش 100% بيرفكت، حياته مش 100% ماشيه في الخط المستقيم اللي احنا اتكلمنا عنه. هي حياته في نفس الكيرف بتاعك، فاهم؟ فانت لازم تبقى مدرك الواقع ده ومدرك الحياه دي. ومش شرط ان شخص قال لك انت لازم تعمل كده في يومك وان انت تعمل روتين ليومك، وهل هو بيتبع نفس الروتين ده؟ لا. احنا كلنا بنرمي حاجات او بنقول حاجات احنا نفسنا نعملها وبنحاول نعملها. ممكن في يوم من الايام ما نعملهاش او نغلط فيها او ما نعملهاش بالشكل اللي احنا قلناه. فده مش معناه ان احنا نجلد ذاتنا او ان احنا نتبع الناس دي بحذافيرهم، اللي هو بيصحى من النوم يعمل واحد اتنين تلاته، فانا هصحى من النوم اعمل زيه بالظبط. وبكده هكون وصلت للليفل اللي هو فيه، لو كده هكون جمعت نفس المبلغ اللي هو عمل. لا، ملهاش علاقه. ان انت توصل لحاجه دي، انت بتشوف الناس اللي حواليك او الناس اللي انت بتتابعهم دول اتعاملوا ده ازاي، وتقيس ده عليك. بتعمل تقربة بقى، تعمل شيفت، فاهم؟ تشفتها عليك. هو كان بيعمل كذا، طب انا في مقدور تعمل كذا. اه او لا لا، طب انا ايه الحاجة اللي ممكن يعملها او ايه الحاجة اللي ممكن تفيدني من ان انا بتابعه؟ طب هو كان ايه اكتر حاجة هو مهتم بيها؟ ايه الحاجة اللي انا اقيسها على ده في حياتي؟ مش لازم تبقى انت احمد زويل الجاي، مش لازم تبقى نجيب محفوظ، مش لازم تبقى ام كلثوم اللي جايه، مش لازم تبقى الشخص المشهور اللي جاي اللي هو اسم ده. لا، انا عايزك تبقى انت، عايزك تبقى اسمك اللي جاي. يعني انا بكره لما اجي اسمع نجيب محفوظ الجديد، ما هو عادي، فاهم؟ انا نسيت اصلا اسم الشخص اللي طالع باسم ده. لا، انا عايز اسمع الاسم ده. طبعا مع كامل الاحترام لنجيب محفوظ او مع الاسماء اللي احنا ذكرناها، بس الناس دي عاشت وماتت او عاشت وافنت الحياه اللي هي عملتها، اللي هي خلاص هم عاشوا وعملوا اللي هم عايزينه. انت بقى هتعيش زيهم ليه؟ طب ما تعمل اللي انت عايزه. دي ناس كسرت التابو او كسرت العقده دي، ان هم اكيد كانوا بيتقارنوا بناس قبلهم. لان هي الدنيا كده. يعني مثلا فلان بيطلع كان مشهور جدا وبيجي حد بعده، الحد اللي بعده بيتقارن بالشخص الاولاني وبتقول انت ما كنتش مشهور زيه ليه؟ طب انت عمرك ما هتبقى زي اول حد ده. لحد ما الشخص ده بيجي يكسر الحاجه دي. اصلا مش شرط ان هو يعمل حاجه زي اللي الاول عملها، لا، ممكن يبدا في حاجه جديده يثبت اسمه. وده اللي انا عايزه منك. عايزك ازاي تثبت اسمك، ازاي تثبت نفسك في الحياه. ان انت ما تقلدش حد، ان انت مش لازم تبقى بتشوف فلان اللي على النت ده اللي جامد جدا ومعاه فلوس كتيره انا هبقى زيه. لا، انت ما تبقاش زيه. عايزك تبقى احسن منه. وان انت تبقى احسن منه دي مش حاجه تقلل منه ولا تقلل منك او تقلل من امكانيات حد. لا، عادي، انت بتسعى. طول ما انت بتسعى، طول ما انت بتجرب، طول ما انت هتخبط، طول ما انت هتوصل لحاجه جديده. وكل حد النهارده، يعني مثلا الدحيح ده ما بدأ يطلع، الدحيح ده بقى أيقونة في المجال بتاعه. ليه؟ لأن هو عمل كل حاجة، عمل كل حاجة يقدر يعملها، بذل كل مجهود يقدر يعمله. ومن هنا بدأ يطلع بقى والناس بدأت تشوفه لدرجة ما بقى أيقونة. وهو الدحيح، يعني أنت لما حد يسمع اسم الدحيح أنت بتبقى عارف أحمد غندور كويس، وبتبقى عارف شغله، وعارف أنت جه في دماغك الأوضة اللي هو بيصور فيها، طريقة التصوير بتاعته، الزوايا، وهكذا. هي دي الفكرة. هل الدحيح دلوقتي قبل ما كان موجود، قبل ما يتشهر، قبل ما كان في الأوضة أو قناة اليوتيوب بتاعته اللي عليها العدد القليل اللي كان بيشوف عدد قليل جدا، هل كان متوقع إن هو هيبقى الأيقونة اللي هو الدحيح ده؟ ولا كان متخيل إن هو بيعمل حاجة هو بيحبها ومبسوط بيها وهيوصل بيها إن شاء الله؟ وده اللي أنا عايزك تعمله وده اللي أنا بعمله. يعني أنا النهاردة أنا ما بقارنش حد نفسي بحد. ليه؟ لأن أنا لو قارنت نفسي بحد أنا قتلت نفسي، أنا قتلت اسمي. لأن أنا كده خلاص هبقى أنا نفسي أبقى فلان، هبقى جونيور بقى للشخص ده. لا، أنا مش عايز أبقى جونيور، أنا عايز أبقى اسمي. يبقى انا عايز ان شاء الله بكره مثلا يبقى اسم فارس الطراز ده اسم كويس، اسم ذات الهام. هو الناس لما تسمعه يقول ده شخص كويس. ودي رسالتي في الحياه اللي انا نفسي اقدمها في حياتي عموما.
ان انا لما اسمي يتذكر يبقى انا ساعدت الناس او ساعدت فلان، حد اتعلم حاجه بسببي. ودي حياتي انا اللي بختارها وانا اللي بحددها، مش بقارن حد بيها. ولا بقول لك قارن نفسك بيا او قارن نفسك بحد. يعني لو عايز تقارن نفسك بحد وانت دماغك واخداك لحته المقارنه دي، قارن نفسك بيك السنه اللي فاتت او بيك امبارح. ان انت إيه اللي انت عملته امبارح؟ ايه اللي انت عملته غلط امبارح ممكن تصلحه النهارده؟ انت امبارح ما استفدتش باليوم بقدر كبير، فانت ازاي تستفيد من النهارده؟ وهكذا. طول ما انت بتقارن نفسك بنفسك، طول ما انت هتعمل انجاز جديد، طول ما انت هتعلي على نفسك، طول ما انت هتبقى حياتك مميزه. لكن ان انت تقارن نفسك بحد تاني، فزي ما قلت لك انت بتنهي نفسك. ودي اول حاجه. ما تحاولش تبص على الناس اللي فاتت عملت ده ازاي، على قد ما انت تبص انت هتعمل ده ازاي. لان هي دي هنا وجهه المقارنه بقى، هنا وجه الاختلاف. لان انت مثلا لما تيجي تسمع حكايه حد مشهور، انت ما بتقارنهاش بحد تاني. يعني مثلا احنا ما بنقارنش فلان بفلان وعلان بعلان، لا احنا بنشوف حكايته ان هي، لا دي حاجه ملهمه جدا. فانت حكايتك كمان ملهمه، لان انت طبيعي. قلنا ان الحياه الانسان اب وده، وان هو طالع ونازل. فانت اكيد في حياتك في عقبات، بكره هتبقى حاجات ملهمه، وبكره هيبقى فيه انجازات كتيره برضه هتبقى عليك كويسه، يبقى انت تفتخر بيها. فالفكره هنا بقى ما تحاولش تقلد حد، حاول تبقى نفسك. حاول ترسم حياتك ومسارك بالطريقه اللي انت عايزها، مش بالطريقه اللي حد عايزها، ومش بالطريقه اللي انت شايفها من الناس. يعني فاهم؟ مش لازم يبقى مش عارف احسن واحد في العالم بيعمل كذا يبقى انا لازم ابقى زيه. لا، انا مش احسن واحد في العالم ومش عايز ابقى احسن واحد في العالم. انا عايز ابقى احسن نسخه مني. وده اللي انا عايزك تحطه في دماغك بس. انت احسن نسخه من نفسك، ازاي تطورها وازاي توصل لها؟ ان انت تنظم يومك وحياتك على المقاييس والمعايير اللي تناسبك، مش المقاييس والمعايير اللي حد تاني يحطها لك. ان لما حد تاني يعمل لك كده، يبقى انت بتلغي نفسك، بتلغي حياتك، بتلغي يومك. لا، ابني يومك، صحح نفسك بالطريقه اللي تناسبك انت. ولما توصل للطريقة دي هتحس إن حياتك بقت أحسن بكتير. ودي كانت أول جزء. تاني جزء اللي أنا عايز أتكلم فيه هو مدى تأثيرنا بالشخصيات دي ممكن يكون كارثي. يعني أنا مثلا بتابع فلان، فأنا بشوف فلان بيتكلم بلهجة فيها شتيمة، فانا طبيعي كلامي انا كمان هيبقى فيه شتيمه وفيه قله ادب او فيه اساءه للناس اللي حواليا. لان انا ده اللي انا بشوفه. الانسان ما هو عباره الا تغذيه بصريه. انا بشوف النهارده ناس كويسه، او انا قاعد مع ناس كويسه، قاعد ناس بتتكلم في علم وفي علوم وحاجات زي كده، هبقى كلامي كله عنهم. لكن انا لو قاعد مع ناس قاعدين على البسطه بيشتموا وبيشربوا سجاير وبيحشروا وبيعملوا كل ده، ما هو طبيعي انا هبقى منهم. فاهم؟ هي دي الفكرة. يعني البني آدم بيتأثر بالبيئة اللي حواليه، مهما كانت البيئة اللي حواليه دي عاملة ازاي هتأثر عليك. وما تقوليش ان انت الشخص الفزلوكة اللي انت لا انا هقعد في بيئة وحشة جدا وهطلع منها احسن حد. ازاي؟ ما هو انت محدش بيساعدك. هو البني آدم دايما بيحتاج مساعدة من اللي حواليه ان هم يوصلوه. يعني مثلا لما في حد بينجح من أسرة فقيرة او من أسر يعني مش مشهورة، او مش كان فاهم مش فوقهم على ده، بينجح ازاي؟ بيقول لك انا اهلي ساعدوني، اهلي وصلوني، صحابي كانوا بيساعدوني، الناس كانت بتساعدني ان انا اوصل لحته كويسه. دي الفكره، ان هم الناس كانت مامنه بيه فزقته لقدام. لكن انت لو قاعد في بيئه كلها بتزقك لورا، بتشدك للمكان اللي انت فيه، فلا، ما هي البيئه دي هتاثر عليك لدرجه ان انت هتبقى منها. مهما كانت بقى، سواء البيئه دي كويسه او البيئه وحشه، فانت هتبقى الشخص ده. فخلي بالك من الناس اللي انت بتشوفها، والناس اللي انت بتتابعها، والناس اللي انت بتقعد معاها، ان هم مؤثرين جدا عليك، ومؤثرين على قراراتك، ومؤثرين على تفكيرك ورؤيه نظرك للحاجه. يعني انت مثلا لو حصل لك مصيبة النهاردة، فانت هتبص عليها ونظرتك ليها نظرة تشاؤمية، ان انت متشائم، ان انت زعلان، لان الناس اللي حواليك محدش حاول يساعدك او يشدك يقول لك لا ده يبقى كويسة يبقى فيها خير. لكن لو انت شفت الموضوع بشكل تشاؤمي، وان انت زعلان لان انت شايف ان هي دي الخسارة، وان الناس اللي حواليك محدش شدك، فانت هتفضل تحت واقع. لكن مثلا لو انت حصلت لك مشكلة، وجي واحد صاحبك تاني قال لك لا طب انا هساعدك، طب المشكلة في ايه؟ واحد اتنين تلاتة، طب يلا نساعد سوا. لكن انت لو في بيئة مش ناجحة، بيئة مش عارفين يعملوا حاجة، بيئة كلها مشاكل، فانت زي علان زي فلان زي كلكم عندكم نفس المشاكل محدش بيحلها. لكن لما تبقى فئة ناجحه هتلاقي ده بيساعدك، ده بيشدك، ده عنده معلومه مش عندك تتعلم منها وتستفيد منها. انا ما بقللش من حد وما بقللش من اي قيمه او من شأن من اي حد. بس الفكره ان انت البيئه اللي حواليك بتاثر عليك لدرجه ان هي ممكن تفتح لك مسارات في الحياه انت عمرك ما تتخيلها. دايما اغلب الناس اللي بتتكلم في الماركتينج وفي السوق وان ازاي تطور ذاتك، بيقول لك ان الكونكشنز اللي حواليك هي اكتر حاجه ممكن تاثر عليك. والكونكشنز بالانجليزي معناها الواسطه بالعربي. انت لو عندك واسطه في مكان معين ما هتسهل لك الطريق، لنفس الفكره. لما يبقى عندك كونكشنز كتيره في اماكن مختلفه، هتلاقي ان الطرق كتيره بتبقى اسهل ليك بالنسبه لك، لان هم عارفين، لان هو بيديك من خبرته. ويبقى ناس فعلا قلبها عليك، مش ناس بتاذيك. ما هو معلش سؤال بسيط، اللي بيديك السيجاره النهارده او بيديك اي حاجه بتاذيك النهارده، هل هو نفسه اللي هيديك العلم بكره؟ استحاله. فاللي بيأذيك النهارده سواء بسجاره او سواء بفكر او سواء بمعلومه سيئه او بطبع انت بتتبعه طبعه وحش وبيأثر عليك، فانت طبيعي هتبقى شبهه.
لكن لو أنت بتتابع ناس كويسة أو بتتابع ناس بتفيدك وبتدّيك معلومات سواء دينية، علمية، في الحياة، أي معلومة أنت بتستفيد منها هتفيدك في حياتك وهتبني عندك فكرة إن أنت تعمل عندك business، ممكن تعمل business بعد كده. وده كُلّه بسبب تأثير إن أنا باتابع ناس مثلًا كويسة وناس وحشة، إن أنا قاعد مع ناس هتفيدني أو ناس هتضرني. إحنا خرجنا برّه فكرة الحلقة بحاجة بسيطة، بس إحنا برضه بنتكلم في نفس الأساس. حاول ما تنهيش نفسك، حاول ما تحاولش إن أنت تشوف في عين الناس إن أنت تقارن نفسك بالناس دي كلّها وتقول أنا هاقارن نفسي بفلان وبعلان وبكده، فأنت بتلغي نفسك وبتقتل نفسك. لأ، ما تموّتش نفسك، ما تقارنش نفسك بحد، قارن نفسك بنفسك بس. بعد كده حاول تشوف الناس اللي أنت بتتابعهم، هل الناس اللي أنت بتتابعهم دُولة هيفيدوك؟ يعني حتى التيك توك أو الإنستجرام اللي أنت بتتابعه، هل كلّه رقصات بقى وحريم وكده والّا كلّه مثلًا حاجات دينية أو حاجات زي كده؟ لإن ده هتفرق. أنا لو باقلِّب على رقصات وكده أنا ما استفدتش حاجة، أنا خدت ذنوب وممكن تعمل حاجة وحشة، ممكن تأذي نفسك على الفاضي. طَب أنا لو مثلًا باقلِّب وكل حاجة فيها حاجات دينية، طَب ما أنا كده خدت معلومة، خدت حتى ثواب إن أنا سمعت قرآن. مثلًا ناس تانية بيبقى حاجات فيها عن العلم أو حاجات زي كده، فأنا خدت معلومة علمية فهمتها. فهي الفكرة إن أنت الناس اللي حواليك تليفونك أكبر مؤثّر عليك، فحاول يعني ساعد نفسك وتختار المؤثّرات إن هي تكون مؤثّرات تساعدك لقدّام ما تشدّكش لورا. وأتمنى حلقة النهارده تكون مفيدة ليكم وتساعدكم إن هي تشدّكم لقدّام، وأتمنى أكون أنا من الناس دي إن هي تساعدك إنك تشدّك لقدّام. وكان معاكم في حلقة النهارده فارس الطراس من دفتر العراف.